وياكم إذا جو وشافوا أبوي وشموا الريحة ولا شموا بعض الأمور خافوا يتضايق وهم يتضايقون ويمشوا دقيقة ويمشون. أنا الحمد لله غيرت هالمفارش وغيرت الفرشة وغيرت كنبات كل أبوها، رتبت البيت، طردت العامل، أدخل مع الله يعزكم دورة المياه من راسه إلى رجوله. الله العظيم سنة أغلى إنسان عندي في حياتي. أبوي رجع، أبوي صار من أطيب الرجاجيل صحة وعافية، صار يسولف لونك، خاطر استانس، حس بنظافته وحس الناس تحبه، وصار يدعي لي. قال يا بنتي دقي على عمة فلان الكبير. دقت على عمي وجاء، تقول يوم جاء عمي على الأرض اللي أنا وياك شريك فيها باسمك اكتب نصها شراكتي باسم بنتي هذه. قال يا أخوي ابشر إن شاء الله. قال لا تجيب لي شهود الآن، والله يجيبون شهود يكتبها. البنت قالت يا ابوي أنا ما أبي شيء. قال لا أنت رجعتيني 10 سنوات ورا يا بنت. أنا ما نام من هالفطور اللي في جنبي، ولا نام من محاشمي، ولا نام من الأشياء اللي عندي. بنتي والله إن سحيتيني. قالت والله يا أبوي أنا أفداك، نعلة في رجولك واللي تبي حاضر، وش خانتنا حقيقة. ويكتب الأرض باسمه المرة هذه. يعيش الأبو 5 سنوات بعد هالعقد. يوم توفي الأبو يقوم العم ويتصل على بنت أخوه، قال يا بنت أخوي ترى الأرض بعناها ب40 مليون، لس 20 منها. يكتبوا لها 20 مليون ويرزقها الله. كانت هي أفقر إخوانها وأفقر خواتها والله وبالله. تقول والله ما عملت لهذا حساب، ولا والله لو يبي من عيوني أعطيته إياه. أني فرحانة بخدمته مثل ما أفرح إنسان بما يحب. حسيت بالسعادة، حسيت بالفرح، حسيت بالبركة في صحتي وبالبركة في عيالي والبركة في حياتي. أخوان أنا ما أطلب منكم أنكم تسووا مثل هذه الشيء، لكن انتبهوا لآبائكم، انتبهوا لأمهاتكم، احرصوا عليهم. يا أخوان أبوك وأمك يوم أنك طفل صغير لو شفتهم وش يسوون فيك، أنت وش سويت في عيالكم أطفال ترى ما سووا فيك. أقل شيء نرد الجميل، هذا دين، وهذا أمر فيه الله سبحانه وتعالى. شوفوا هالبنت اللي تركت زوجها وتزوج وخلاها، ويمكن عيالها الله يعلم بحالهم، الله رزقها طاعة أبوها، ورزقها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي الوحيدة من بنت إخوانها اللي خدموا أبوها، وسبحان الله فتح الله عليها في الدنيا وفي الآخرة.